السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله مع بعضنا هنعمله بلح الشام بمقادير كده بسيطة وسهلة، من غير بيض، من غير تكاليف كتير ولا اي حاجة. واحدة واحدة كده، ينفع صيامي، ينفع ما عندكيش بيض وعايزة تعملي صنف حلو، اللي انت حابة بقى سميه. انا هعمل بلح الشام النهارده بمكونات بسيطة. ايه هي مكوناتنا؟ انا معايا كوبايتين دقيق، ونص كوباية نشا، ونص كوباية زيت، ومعلقة سكر. بس كده، نسمي الله. ونجيب ايه معانا؟ هنجيبه طاسه، انا هعمله في الطاسه كده النهارده. نجيب الطاسه بتاعتنا، نحط فيها كوبايتين الميه بقد مقدار الكوبايه بتاعتنا، اللي هي زي الزيت. الكوبايه مقدارها واحد. الكوبايه اللي هتعيري بيها الميه هتعيري بيها الدقيق، بيها الزيت، كل حاجه زي بعضها. انا معايا كده كوبايتين بتوعي اهو ميه، وهحط عليهم نص كوبايه الزيت، من غير ولا سمنه ولا بيض ولا اي حاجه. نص كوبايه الزيت، ونسيبوهم يغلوا على النار. وبعد كده ننزل بايه؟ بالدقيق والنشا بتاعنا. وكمان هحط معلقه السكر بتاعتي. كله ده كده مع بعض. اولع النار يغلوا، ونشوفوا هننزلوا بالدقيق ازاي مع بعض. احنا غلت، وانا معايا كوبايتين الدقيق وعليهم النشا. نسمي الله كده وننزلوا بيهم، وواحده واحده كده نطفي النار، او وهي بتغلي كده نسمي وننزل كده بالدقيق بتاعنا، ونطفي النار بقى مره واحده عقبال ما نسويه ونقلبه مع بعضنا كده اهو. وتعجني بقى العجينه كده كويس قوي. انا عايزه العجينه دي تكون عجينه طريه اهو. نسوي الدقيق كده فيها. انا موطيه النار خالص خالص، اول ما نقلب كويس قوي الدقيق كده يتشرب ويستوي معانا. بس كده بقى انا ايه، افضل اقلب فيه كده كويس قوي لغايه ما الدقيق ده يختفى خالص خالص ويتشرب كده معانا. وبعدين نبرد العجينه ونشوف هنشتغلوا بيها ازاي. بس كده مفيهاش اي حاجه كده سهله قوي اهو. خلاص كده الدقيق اهو بدأ يختفى مننا. نفضل بقى نقلبوا العجينه بتاعتنا كويس قوي، ونطفي النار بتاعتنا وخلاص. خلاص كده هبرد العجينه خالص خالص، تهدى كده شويه، ونشوفوا بقى ندعكوها مع بعضنا كده لغايه ما تبقى العجينه بتاعتنا طريه خالص. العجينه بتاعتنا كده على الرخامه عشان تبرد، ونسمي الله بقى، ونفضل كده ندعك فيها كده كويس قوي عقبال ما تبرد خالص وتطلع السخونيه اللي فيها دي كلها. ونجيب ايه بقى معانا؟ نكون محضرين الزيت بتاعنا على النار. طبعا زيت سخن بقى، مش زيت ساقع زي ما احنا كنا بنحطه. زيت بتاع بلح الشام بيبقى بارد، لا ده يبقى زيت سخن عادي، وسخن قوي كمان، عشان دي عجينه هتنزل فيه على طول من غير ولا بيض ولا اي حاجه. فاحنا عايزينها ايه؟ ما تعجنش. وهجيب، بصي بقى، شايفه القمع بتاعي بتاع بلح الشام؟ انا هحط القمع ده، هحطه في الكيس عادي خالص. يعني اجيب كيس من بتوع الكريم جانتيه بتوعنا، او كيس الحلواني بس تخين ولا حاجه، ونحط بصي نحط كده الجوز بتاعنا دوت اهو. ونبرد العجينه حلو قوي قوي، ندعكوها خالص كده لغايه ما تبقى ناعمه قوي في ايدينا. شايفه ما شاء الله عليها اساسا هي العجينه عامله ازاي اهي. بصي منظرها عامل ازاي، حلوه قوي كده وطريه. بس كده اسخن بقى الزيت بتاعي واحطها في الكيس ونقلوها مع بعضنا. وطبعا الشربات بتاعنا نكونوا مجهزينه، شربات تقيل يكون بارد. انا بصراحه على طول الشربات عندي في التلاجة معمول، في اي وقت يخلص الشربات بتاعي اعمل كيس كده كيلو سكر كده ولا حاجه واحطه في التلاجة، واطلع بقى وقت ما عاوز الاقيه موجود عندي. فيلا بينا نولع على الزيت ونجهز العجينه في الكيس ونشتغل مع بعضنا واحده واحده. الميه بتاعت العجينه بتاعت بلح الشام وانتي بتحطيها على النار مع الزيت، بنحط معاها ممكن كمان باكو فانيليا، بيدي ريحه حلوه قوي في بلح الشام. يلا نسمي الله كده بقى ونشغلوا الزيت بتاعنا كده سخن قوي على النار. نسمي الله بقى. بصي انا قطعته كده في الطبق، طبعا سهل غير طبعا ما بيبقى فيه بيض. وننزل بيه كده واحده واحده. بصي شكله ما بيتحركش خالص اهو، شايفه المنظر بتاعه عامل ازاي؟ مفيش اي حاجه. نسمي كده وننزله بيه بعيد عن بعضه اهو بالمنظر ده كده، وننزل ما نحركوش خالص لغايه ما ياخد اللون بتاعه. ونجهزه طبعا الشربات بتاعنا التقيل البارد، واول ما يطلع مع بعضنا نحطوه في الشربات مع بعض. وهنشوفوا كده القرمشه بتاعته، لان طبعا نص كوبايه النشا اللي احنا حاطينها دي عامله قرمشه جامده. طبعا الدخان طالع، انا لازم افصل دلوقتي عليه. بصي اللون بتاعه عامل ازاي، شايفه الجمال؟ وكمان مقرمش وجميل. اسمعي كده القرمشه. هوريكي كده واحده، واول ما نطلعوه قبل ما نحطوه في الشربات هوريكي كده شكل القرمشه بتاعته دي كده صوتها عامل ازاي. بس شايفه اللون بتاعه، شايفه الجمال؟ ايه ده؟ بلح الشام ده ولا لا؟ اهو ولا بيض ولا اي حاجه.
شايفه الجمال. نسيبوه بس كده شويه ياخد لون تاني حلو كده معانا، وبعد كده نطلعه مع بعضنا في الشربات. طلع كده قدامك في الطبق قبل ما احطه في الشربات عشان بس تسمعي القرمشه بتاعته. شايفه كده؟ سامعه القرمشه اهي، اسمعي كده. بس هنطلعه بقى في الشربات على طول. ما شاء الله عليه. بصي التحليه بتاعتنا حلوه ازاي، بصي لونها جميل ازاي، بصي من جوه عامله ازاي كمان، بصي شايفه ناشفه ازاي، شايفه الجمال. حاجه كده ناشفه ومقرمشه وجميله. قولي بقى عليها تحليه بقى، تقولي عليها بلح الشام، تقولي اي حاجه عليها، هو صنف حلو كده تاكليه بالهنا والشفا. جربيها كده بمقاديرنا هتعجبك قوي. لو عجبك الفيديو بتاعنا متنسيش تعملي لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.